السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. بديت معكم الفيديو اول خرجه ليا من بعد الفطور في رمضان. مشيت تقديت اللي كان ناقص في الدار عند الوالدين. المهم هنايا راه تقديت داكشي اللي كان ناقص، غير شويه ديال الديسير والبصله مطيشه، هادشي اللي خديت. صافي جيت هنايا باش نستفو في بلاصتو، شويه ديال النعناع والربيع، الكرافس، داكشي اللي كيتحتاج اليومي. صافي هنايا شويه ديال الحامض حتى هوايا. وصافي هنايا الصباح جيت نوجد الفطور. كان هذا اخر فطور ليا في المغرب. صافي هنايا حطيت الحمص مرقد مع العدس، قطيعات ديال اللحم صافي، والبصله مشلضه، وشويه ديال القزبر والمعدنوس مع الكرافس كانوا عندي موجودين في الكونجيلاتور حتى نغسل هادوك اللي عاد جبتهم. صافي هنايا قدامي درت مطيشه باش تطلع معاها الغليه، من بعد نطحنها صافي. وهنايا جيت ننظم هاد البلاكار هذا باش نحيد منه هاد الكركبه هذه اللي فيه، ونستعان بهذوك المنظمات اللي كنت شاركت معكم في الفيديو اللي كان سبق. كنت خديتهم صافي. هنايا نحيد هذيك الروينه. كان داكشي باقي كلشي في لي ساشي ديالو، خويتهم في هاد لي بواط هادو، كل حاجه درتها صافي حتى من بعد نكتب فيهم السميات. صافي هنايا بديت كنظم فيه، نظمته على هذا الشكل هذا. حطيت غير داكشي اللي كتحتاج في رمضان، اللي هو يومي، الحاجه تكون قريبه ليا هنايا في الكوزينه. عاد كاين واحد البلاكار واحد اخر كبير ديال المونة، حتى هو كيكون فيه داكشي اللي هو كبير. صافي هنايا كل حاجه محطوطه في بلاصتها، وكاينين في القريعات كتبان لك القرعه شنو فيها، هذا هو الاهم. هنايا جيت كنطيب في البغرير. راكم تبارك الله كاملين كتعرفوا توجدوا الطياب ديالكم، كل واحد راه كياكل على الذوق ديالو. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم واحد الخريجه للمعارف، وفي اخر لحظه قررت انني باش نرجع لداري في اسبانيا. صافي هنايا كان اخر فطور. صافي هنايا بعد ما غادي نكمل البغرير غادي ندوز لايطاج وحده اخرى اللي غادي نصايب فيها ليكيش، وغادي نصايب واحد البيتزا غادي نتايا نشاركها معكم. صافي داكشي خفيف ظريف. وكانوا عندي في الفريغو البريوات وبسيطلات اللي هما يا موجودين حتى هما غادي نجبدهم نطيبهم. كان خفيف هاد الفطور هذا، ما فيه شي حاجه اللي هي متعبه، دغيا كيوجد. صافي بعد ما كنت وجدته مشيت خرجت نقضي اش نقضي، ضروري كان خاصني نقضي شي حوايج قبل ما نمشي. هنايا عندي الفرماج محكوك، موتزاريلا درتها في ديك البواطه الصغيره، وهنايا انواع ديال الفرماج مخلطين كاملين محكوكين درتهم في هاد البواط كبيره. وتما عندي داند فيمي حتى هويا محكوك. وجبت هاد العجين هذا مورق من الفريغو، حتى هو باش نصايب به هذيك البيتزا اللي قلت لكم. صافي هنا بعد ما كنت غسلت القزبور ومعدنوس والكرافس كنخلطهم كاملين، يعني تقريبا الكميه كنعرف شحال كيدار. صافي غسلتهم ودرتهم في هذيك الفوطه اللي هي نقيه باش ينشفوا. هنايا الحريره كانت وجدات، صافي دورتها بجوج معالق ديال الفورص، من بعد درت 3 ديال البيضات. كتعجبني الحريره مدوره بالبيض. صافي هنايا بديت باش نوجد ليكيش، درت البيض يتسلق. وبالنسبه لهاد لي كيش، هاد لي فوند كيش راه كيتباعوا دابا تبارك الله كلشي موجود في الزنقه، الواحد ينقص على راسو التعب ويشري داكشي اللي هو موجود. صافي هنايا درت شويه ديال الخردل، هذا كيكون حبيبات كيجي زوين. صافي درته هو الاولاني في هاد الفوند كيش، وغادي نابليكيه كامل على العجين. صافي من بعد غادي نحط فوق منه الشاركوتري، وغادي ندير الكريمه من الفوق والفرماج. صافي وكندخلهم الفران تيتحمروا وكنخرجهم. هنايا جيت نقرد الفلفله، درت نص فلفله حمراء ونص فلفله خضراء مع قطيعات هكذا ديال الزيتون كحل. صافي وملا ندير فوق البيتزا ونديرها بالطون. صافي هادو هما البسيطلات اللي وجدت في النهار الاولاني ديال رمضان، جبدتهم دابا من الفريغو. صافي دهنتهم مزيان بالزيت وندخلهم للفران. كنجهد عليهم الفران في النوبه الاولى، من بعد صافي كنقص عليهم الفران باش كيتقرملوا، كتجي الورقه مقرمله ما كتجيش معجنه من الداخل. صافي هنايا هذيك العجينه سرحتها هنايا في هاد لاطا ديال الفران. غادي ندير فوق منها الكريمه، وغادي ندير فوق منها صوص طوماط. صافي كتجي زوينه بهاد
هاد جوج مكونات. كتجي واحد الصلصة اللي كتجي صلصة كريموز، كتجي زوينة في الصراحة. صافي ندير فوق منها الفرماج محكوك حتى هويا، هو الأولاني، ومن بعد غادي ندير فلفلة وغادي ندير فوق منها هاد الطون هذا. صافي كل واحد يزوقها ويدير الحاجة اللي هو كياكل وكيعشقها أكيد. صافي وشوية ديال هذا الزعتر من الفوق، شوية ديال زيت العود، شوية ديال البزار. صافي وكندخلها للفران. هما هنايا لي كيش هما كانوا وجدوا، ندخلهم تما غير يتحمروا ويذوب داك الفرماج. صافي نخرجهم نحطهم فوق الطبلة. وكان هذا هو الشكل ديالهم بعد ما كانوا طابوا. صافي وهنايا كنت خرجت مشيت، اكيد راه خرجت قبل ما حمرت داكشي في الفران. مشيت خرجت قضيت اش غادي نقضي، وعاد رجعت للدار عاد بديت كنحط في الطبلة. صافي هنايا مشيت شريت شي حاجات كانوا خاصيني من هنايا من المعارف، وجيت في حالاتي. وهنا كنت قررت صافي باش انني نرجع في حالاتي. صافي يكفي بركت اللي قسم الله في المغرب، ورجعت حتى انا كنت منقت لبنتي المدرسه وباش ترجع تقرا. واخا دابا راه حنايا هنا في اسبانيا عطله، كاينه سيمانه سانتا حتى دوز ان شاء الله العطله وتدخل تقرا باش بلا ما يضيع ليها اكثر من شهر في القرايه ديالتها. صافي واخا كانت المدرسه كتصيفط لينا يوميا شنو كيديروا هكذايا في الكلاس ديالهم. وصافي هنايا جمعت حوايجي وغادي نمشيو في حالاتنا. هنا كنا شادين الطريق الحمد لله على كل حال. صافي هنايا شادين الطريق ونشارك معكم الاجواء ديال السفر كيفاش دازت. بالنسبه للناس اللي يسولوا على الطريق دازت مزيانه الحمد لله والشكر لله. غير هو الديوانه شويه كانت مزيره بزاف ماشي شويه، تقريبا حيدوا لينا اي حاجه كتعلق بالماكله حيدوها. كان تفتيش، هبطنا الطوموبيل كامله وعاودنا رجعنا. اي حاجه ديال الماكله تحيدات الا الحليب للدراري الصغار والبانيال والماء مثلا. صافي هادشي اللي بقى. شي حاجات اخرين كلشي ملي بيسكوي حتى هما حيدوه. ايوا صافي الخليفه على الله كما كيقولوا. مره كتكون هكذا ومره كتكون هكذا، وكاينين شي حوايج اللي كيعوضوا الحوايج الاخرين الحمد لله. كلشي كاين هنا في اسبانيا الحمد لله. الانسان غير يعرف شنو خصو يشري ويشريه. اكيد الحوايج ديال المغرب حتى هما كيكون عندهم واحد الطعم خاص، ولكن راه الواحد يشري ويصايب راسو. صافي بالنسبة للديوانة راه مرة كتكون مرخوفة ومرة كتكون مشددة. هاد المرة حنا طحنا معاهم مشدين بزاف في كونترول في الدخلة ديال الاسبان، والكونترول حتى في الخزيرات حتى هو بحال ماشي غير حنا، كلشي الناس اي حاجة كتعلق النعناع قزبر الكرافس اي حاجة تلاحت كلشي البنان. هذاك الشيء ديال هكذا البريوات الشباكيه السلو كلشي تلاح في الباسوره. ولكن الخليفه على الله الحمد لله. الانسان راه ما يبقاش فيه داك الشيء لانه هو اللي دارو وممكن يعوضه في اقرب وقت. عاوتاني ان شاء الله انا شريت دابا عاوتاني القوام ان شاء الله نعاود نصايب شويه هكذا ديال الشباكيه نصايبها راسي، ونصايب عاوتاني شويه ديال السلو. واخا كنت صايبته نزلت معايا كلشي للمغرب الحمد لله ما كانوش حيدوا لي داكشي. ولكن دابا فاش كنت طالعه حيدوا لينا تقريبا كلشي، ما خلاو حتى شي حاجه في الصراحه ما نكذبوش. ايوا صافي هنا كنا وقفنا في واحد ليغ دو غوبو، وقفنا الوليدات بدلت ليهم بحال هكذا. صافي خليتهم شويه كيلعبوا. صافي وهنا صافي شادين الطريق قربنا نمشيو ان شاء الله. كنمشيو دائما على سبته. المره الجايه ان شاء الله هكذا الواحد يبدل يجي على طنجة في صراحه ما فيهاش هاد الزيار اللي كاين على سبته. صافي وكان الجو في الصراحه زوين. جينا لاسبانيا كاين البرد بزاف، جينا كانت الشتا واحد الشتيوه اللي هي مجهده تبارك الله، الله يجعلها امطار الخير. والحمد لله خلينا الصهد في المغرب، جينا هنا كاين البرد الله يلا البرد تبارك الله. المهم هنا كاين الاجواء ديال فصل البرد في الصراحه، والدنيا خضراء ما شاء الله. وان شاء الله نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله بالصحه والسلامه. وهنايا صافي ملي قربنا ندخلوا لهذا الفنادق مشينا طرقنا الحوايج اللي غنفطروا بهم، لان ادنت علينا المغرب في الحدود ديال المغرب. حلينا هكذايا صيامنا. صافي فاش
دركنا الوقت باش ندخلو الحدود ديال إسبانيا، صافي تمايا فين بدا الكونترول ديال. بصراحة هما دارو خدمتهم، حيدوا لينا تقريبا كلشي، تا داكشي اللي كنا شرينا باش ناكلوه ما فزناش به، ولكن الحمد لله صافي غير فتناهم، مشينا وقفنا في ميركادونا، وقفنا في الليدل، خدينا داكشي باش ناكلو. صافي بما وصل الوقت ديال الباطو، كنا شدينا الباطو ديال 10:15 تقريبا. صافي هنا كانت أذنات المغرب، دوزنا الديوانة، لاحو لينا داكشي لا يتلاح، وصافي هنا كنا نمشيو باش خدينا هنا داكشي من ميركادونا والليدل. صافي هنا كنا داخلين باش نمشيو للبلاصة ديال الباطو، فاش شفنا راه باقي حتى ل10 عاودنا خرجنا ومشينا بركنا في قهيوة بما كان وصل لينا الوقت ديالنا. وكان هذا هو السفر ديالنا من المغرب لإسبانيا، والله يرزق الصحة والسلامة، والحمد لله على كل حال. كلشي كيتعوض وكلشي كيتخلف، والحاجة كاع اللي دازت على الراس الواحد راه كيتعلم منها. صافي هنا كنا طالعين مع الباطو، ما تنساوش ملي تكونوا طالعين وسائل النقل الإنسان يكثر من الحمد والشكر من الدعاء، وأي حاجة زوينة يتفكرها، والحاجة الخايبة يخليها من موراه، هذا هو الأهم. صافي هنا كنا طالعين